مساء الخير، كيفكن؟ كيف صحتكم؟ ان شاء الله بخير. شو اخباركم؟ ان شاء الله تمام. طبعا فيديو اليوم تبعنا فيديو مشتريات، يعني خليه لربكم. الواحد بيكون بيروح هيك بفكر حاله مبسوط رايح، بس لما انه يخلص كل شي معه بعدين بيجي ادراك انه هو يعني نصيحة لحد يروح على السوق وهو جوعان. كيلو قبل ما تروحوا على السوق تعالوا ورجيكم شو اشتريت عشان تاخدوا فكرة. جبت هاي خصوصي، هاي شوف ما احلاها، هاي لتنشيف الخضار. يعني بدكم تنشفوا بس شو تنشفوا اي شيء، نعناع يابس تغسلوه تنشفوه فيها احسن. ملوخية مثلا هيك نظيفة، هاي شبك ما بتفوت غبرة ابدا للاغراض كلها. يعني للنعناع انا متلبكة شوي. طبعا اول شي نبلش بالمنظفات، بعدين هيك جبت صابون سائل للايدين. بحب هذا النوعية كتير كتير، على طول بجيبها، ما بتركها من البيت. وهاي كمان جبت وحدة تانية، وجبت هاي. طبعا انا شو بسوي باول الشهر؟ ما بروح بتسوق، واخر الشهر بتسوق. عرفتي كيف؟ جبت تنتين فيري. اللهم صل على سيدنا محمد. جبت عصير للولاد، جبت هدول لأولادي التنتين. أولادي بحبوه كتير، هذا هذا العيون عوارف كتير بحبوها أولادي. هاي غالية بيورو 80 سنت الواحد، حكي الكيس من هذا. وجبت جبت ألوان علشان بدي أسوي عجينة سيراميك وما عندي ألوان. جبت هدول ألوان الأساسيات، لقيتها رخيصة عليها عرض 50 سنت. قلت يا بلاش يلا جيبي يا بنت. جبت مكياشات أدام، وجبت صبغة. هاي كتير منيحة هاي الصبغة يا صبايا، جربوها وشوفوا ما أحلى لونها بتصير. وجبت ليك اسفنج كتير كتير مناح. هدول صدقوني يا الله ما أحلاهم. هدول بضل عندكم فترة طويلة، ما أحلاه، ما بتخرب وما بتدوب. حتى لو حطيت كلور ما بتدوب. ضل عندي خيرات الله اللي فات، على طول بضلني بعقمها يعني. جبت وصلة شاحن، وجبت هذا عشان أزين فيه الورد هيك. يعني هذا مو حبات لولو، هذا هيك فلين بس حاطين عليه هيك. عجبوني 50 سنت. قلت يلا يا بنت تعال نبلش بالخضرة هلا. يلا يا رب. جبت كيس بومس للولاد. اللهم صل على سيدنا محمد. جبت خسة لأنه جبت سمكة، بدي أجعبها لي سلطة مع جنب السمكة. بحب السمك جنبه سلطة. وجبت موز، وجبت باذنجان. بدي اسوي باذنجان مقلي، جا عبالي كمان. وهون جبت كيلو لحمة ناعمة، كيلو ب9 يورو و44 سنت. هاي لحمة ناعمة. وهاي هاي ضلوع الخروفة كمان. الكيلو هون 99 سنت الكيلو. الريش يعني الريش. وجبت سمكة عادية. جبت سمكة هاي لحالها، السمكة ب7 يورو لا و24 سنت سمكة. وجبت عنب كمان كيلو. ثواني. وجبت هون بصل اخضر ونعنع وبقدونس عشان السلطة. اكمل مع الخسة. شوفوا هالكوم. الله يعيني هلا عالضب، بس بعد ما خلصت جايتكم بعد. وجبت هاي ما بعرف شو بتقولوا عنها، احنا بنقول عنها خرمة، انتو شو بتقولوا عنها ما بعرف. بس طيبة كتير كتير يا امي، شو بحبها هاي الاكلة. ما بستنى الشتاء مشانها هاي الاكلة يعني. ثواني بس. جبت قنينتين زيت، مو قنينة واحدة. جبنا خرمة اخر شي. ما بعرف انتو في شي بيقولوا عنها مانجا، بس هي مو مانجا. اللهم صل على سيدنا محمد. وجبت كيلو ونص بندورة. وجبت بطاطا. نصيحة يا جماعة، نصيحة لإلكن،
يا صبايا، بس تجيبوا بطاطا حطوها بدرج البراد، نصيحة لا تحطوها برا عشان ما تزرع، صدقوني بضل عندكم شهر. حطوها بالبراد ما بصير لها شي. فضوا مساحة بالبراد وحطوا بطاطسكم بالبراد، إذا ما بدكم بكبوها دغري عشان ما تزرع. نحن هون عنا بألمانيا بتزرع البطاطا، عرفتوا كيف؟ دغري بتزرع. إيه لكمل. وجبت كيلو صودا دجاج، أنا بحب صودا الدجاج كتير، أطيب أكلة عندي هي صودا الدجاج. وجبت كيلو، جبت 4 قطع فخاد دجاج. عجب هيك لونهم، ما بعرف لونهم مو عاجبني. المهم، وجبت تفاح، وجبت ليمون. هذا الليمون كتير طيب، هذا ما فيهوش بذر، ريحته بتشهي ريحته. هذا بس تقشره قشرة هيك تفوح ريحتها. انا في نوعية ارخص من هذا، بس انا بجيب من هذا مشان ريحته. اطيب ليمون هذا، بحبه كتير. واخر شي جبت قهوة. وهاي مشترياتي. في جبت ايه صحيح كمان، وجبت مناديل معطرة عليها عرض 3 يورو و50 سنت. جبت 4 اكياس. ايوه وبس. وهاي مشترياتنا. ولا الله يعيني عالضب، هدول كلهم تعرفوا قديش حقهم؟ اقسم لكم بالله العظيم، والله العظيم 140 يورو. بس هدول الأغراض، 140 يورو. شايفين؟ والساعة ب5 جنيه والحسابة بتحسب. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تحطوا لي لايك واشتراك و... إن شاء الله عقبال يوم انتوا التانيين تتسوقوا وتصورونا كمان شو تسوقتوا عشان ناخد أفكار من بعض يعني. هاي بعد نص اغراضي ما جبتهم، بعد بدي اجيب بيض، بدي اجيب حليب، بدي اجيب زيت، اقال زيت، سكر. يعني في شغلات كتير ما جبتها، لانه قررت اني اصير اروب حليب على ايدي، يعني اصير اسوي لبن على ايدي. هذا التفاح كتير بحبه. في تفاح ارخص من هيك، بس هذا يعني هذا اغلى شي، هذا حقه 3 يورو تقريبا الكيلو. بس طيب كتير كتير وصحي. هذا ما فيه هرمون. في تفاح بيجي فيه هرمون، الحبة الكبيرة هذا الرخيص نصيحة لا تجيبوه. جيبوه من اللي فيه اللي هيك حبة صغيرة وما بعرف، يعني صحي هذا. عرفتوا كيف؟ أطيب تفاح هذا. مهم، فضلوا لكم تفاح هاي لعيونكم. وما تنسوا تحطوا لي اللايك، ها بالله عليكم تقووا لي صفحتي عشان تقوى، عشان أصير أسجل يعني فيديوهات. شجعوني، طيب شجعوني.